فاكر إن مستوى الفريق قبل الماتش هو اللي بيحسم الديربي، يبقى واضح إنك ما شفتش اللي حصل قبل كده. الديربي ملوش كبير، ممكن فريق يكون في أسوأ حالاته ويعمل لك مفاجأة، وممكن فريقه داخل بأفضل مستوى ويتعرض لهزيمة غير متوقعة. في القمة مفيش حاجة مضمونة. تخيل أن تكون متصدراً للدوري وقد حققت الفوز على جميع الفرق لفترة طويلة، وتدخل مباراة الديربي وأنت واثق تماماً من الفوز، ثم فجأة تجد نفسك خاسراً، تماماً كما حدث في عام 2018 عندما كان الزمالك يمر بظروف صعبة ولم يكن يمتلك فريقاً قوياً، وكانت الصحافة تؤكد أن الأهلي هو العريس في ليلة الخميس، لكن الديربي ليس له كبير، وفي النهاية انتهت الليلة بفوز الزمالك. في الديربي لا يهم كيف كان مستواك قبل المباراة، بل الأهم هو كيف ستؤدي خلال 90 دقيقة. قبل الديربي كان الزمالك هو المرشح الأكبر للفوز، فريق قوي متصدر وعنده أفضل اللاعبين، وكل التوقعات كانت في صالحه. وفعلاً بدأ الزمالك المباراة بقوة وسجل هدفاً مبكراً وكأنها إشارة لانتصار أبيض. لكن هنا ظهرت حقيقة الديربي، المباراة التي لا تخضع لأي حسابات. الأهلي انتفض وقلب الطاولة تماماً وسجل 6 أهداف تاريخية في ليلة 16 من مايو عام 2002، ليلة لن ينساها جمهور الكرة المصرية وستظل علامة فارقة في تاريخ القمة. قبل نهائي كأس مصر 2015 كانت كل التوقعات بتقول إن الأهلي هو الأقرب، التاريخ معاه، النهائيات دايماً في جيبه، والزمالك بقاله سنين طويلة ما يعرفش يعني إيه يكسب الأهلي في نهائي. بس فيريرا والجيل الذهبي للزمالك كان عندهم رأي تاني. الأهلي داخل المباراة بعد موسم صعب، خسر الدوري وغير المدرب، والجماهير مستنية رد فعل قوي. لكن الزمالك كان متحمس، متعطش، ومستعد يكسر العقدة بأي ثمن. جاءت لحظة الحسم، وفي ليلة 21 من سبتمبر الزمالك فاجأ الجميع. لعب واحدة من أقوى مبارياته وسجل هدفين أنهوا كل شيء. ثنائية باسم مرسي كانت كفيلة إنها تكتب التاريخ. الزمالك يكسر العقدة، يفوز بالكأس ويفرض سيطرته، ويحقق الثنائية لأول مرة منذ 27 سنة. الزمالك يحقق الثنائية لأول مرة منذ موسم 87-88. كم مرة سمعنا عبارة الزمالك لعب والأهلي انتصر؟ وكم مرة دخل الأهلي الديربي وهو المرشح الأقوى، لكن الزمالك قلب الطاولة وفاجأ الجميع. نهائي القرن عام 2020 كان الدليل الأكبر. الزمالك قدم واحدة من أفضل مبارياته، استحواذ، مهارات، وسيطرة، وهدف للتاريخ من شيكابالا. لكن الأهلي كالعادة لا يستسلم، وفي اللحظة الحاسمة أفشة يسدد، الكرة تسكن الشباك، واللقب يحسم للأحمر. إنها القمة، حيث لا قيمة للتوقعات ولا يحسمها إلا من يقاتل حتى الثانية الأخيرة. لما تبص على التاريخ تلاقي الأهلي متفوق، ولما تبص على بعض الفترات تلاقي الزمالك هو اللي كان متفوق. لكن لما تبص على كل ماتش لوحده مستحيل تتوقع مين اللي هيكسب، وده حصل في السوبر الإفريقي في 1994. الأهلي كان بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك بطل كأس الكؤوس، وكل التوقعات كانت في صالح الأهلي. لكن الزمالك قلب الطاولة، وهدف تامر عبد الحميد كان كافياً علشان الأبيض يحقق اللقب. وبعد 30 سنة في 2024 السيناريو تكرر، الأهلي بطل إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية، وكل المؤشرات كانت بتقول إن الأهلي الأقرب. لكن على أرض الملعب الزمالك كان أكثر شراسة، وبركلات الترجيح حسم اللقب للمرة الثانية على حساب غريمه التقليدي.
الزمالك بطل افريقيا في اللقب الجديد للقلعة البيضاء. في النهاية، سواء كنت أهلاوي أو زملكاوي، فلا شك أنك تدرك أن الديربي له نكهة خاصة. مباراة لا تعترف بالتوقعات ولا تخضع لأي منطق. لكل مواجهة ظروفها ولكل قمة بطلها، والمفاجآت حاضرة دائماً. وسردنا مسابقة رجلينا ومحدش يابا كده يشغلنا.